هو طبعا انتم يعني فضلتم ما يكونش العوده الى خط التراث في المنطقه يدمر القضيه، السلاح يدمر كل القضايا. الا تساندون الحل السلمي ام في امكانيه اللجوء يوم ما الى خيار حل السلاح؟ احنا برهنا بما يكفي بان مع خيار السلم من 91 حتى الان 22 سنه واحنا ننتظر. ومعلوم بانه كفاح تحرري والدفاع حتى عن الامم المتحده، يعني الشعوب المستعمره، احنا قضيتنا قضيه تصفيه استعمار، ولازم تكون واضحه قضيه تصفيه استعمار، ولا يمكن انها تبقى القضيه الصحراويه هي الاستثناء الوحيد من كل قضايا تصفيه الاستعمار. ومعروف ان الامم المتحده تعطي كامل الحق وكامل المشروعيه للكفاح المسلح من اجل التحرير. اذا احنا ما لناش يعني حبينا نديروا ثوره هكذا من اجل ثوره او نطلبوا نظام او يعني شيء من هذا القبيل او ندفع العنف ابدا. احنا يعني نعرف السلم ونعرف الحرب، والان فضلنا هذا الخيار ولا زلنا، ولكن ننبه ونقول بان الصحراويين ما زالوا محتفظين بجيش وما زالوا يقوموا بتحضيرات النزله باش ما يغلط اي حد ويقول خلاص، وامكانيه مطروحه ولانهم مستعدين يعملوا كل شيء ما عدا التفريط في حقهم، وانهم سيستعملون الوسائل المشروعه. واقول الوسائل المشروعه سلميه ولكن فيها وقت معين، يعني ممكن تماما يستعمل السلاح كوسيله شرعيه للتحرير، خاصه لما تكون قضيه مثل القضيه الصحراويه، قضيه تصفيه استعمار معترف لشعبها بالتحرير.